خامس امر هو بيرج. لو انا عندي بلوك واخد اسم وانا عايز انقل البلوك ده من فايل لفايل، اي حد جرب الموضوع ده مش هيلاقي ان البلوك بيظبط معاه، وده بسبب ان البلوك بيبقى واخد نفس الاسم. تمام. طيب الحل ان احنا بنبقى عايزين نمسح البلوك اللي موجود في الفايل ونبتدي ان احنا نعمل بيرج وننقل الفايل ده من فايل للفايل التاني. لو انا عندي عمود تمام ده باي ابعاد تمام، وانا عملت ده بلوك وهسميه مثلا سي واحد تمام، عمل برضو بلوك واسميه نفس الاسم وهسميه سي واحد تمام. لو انا حبيت ان انا انقل البلوك ده من هنا اقول له مثلا كنترول سي واحطه هنا كنترول في تمام، هختار مثلا ولتكن النقطه دي. طيب البلوك جه بعيد بس هو ما جاش دايره بسبب ان البلوكين بنفس الاسم تمام. طيب ايه حل المشكله دي؟ الحل ان انا لو مسحت البلوكين دول وجربت برضو مش هيظبط وجا برضو ريكتانجل. طيب ايه الحل؟ الحل في امر بيرج. لو انا قلت له بيرج اختار بيرج اول تمام كده، هو اي بلوك مش موجود جوه الفايل وواخد اسم البلوك ده هو بيمسح تمام. طيب لو جربت بقى اجيب البلوك ده جه معايا دايره مفيش فيه اي مشكله. الامر الاخير وهو لو انا عندي مثلا فايل، اوقات كتير الفايل ده ممكن يكون بيضرب مني كتير، او ان هو مثلا مطلع لي المين تيبل فيه اسياخ، ودي حصلت معايا ان المين تيبل قاري اسياخ والفايل ما فيهوش اي حاجه، وحتى لو دوست كنترول ايه برضه مش ظابط ومش عايز ان هو يمسح الاسياخ دي من الجدول تمام. طيب كان ايه الحل؟ وبرج برضه حل بيرج ما نفعش في الموضوع ده. الحل باستخدام امر اوديت تمام، هو اختصاره اي يو دي. هو بيقول لي ان هو اي ايرور يلاقيه جوه الفايل ان هو يحله لي وينظف لي الفايل، فبقول له يس. بياخد وقت ويبتدي ان هو يحسب المشاكل اللي موجوده جوه الفايل ويبتدي ان هو يعالجها. طيب هو الفايل ده ما فيهوش المشاكل دي، بس انت ممكن تحتاجه او ممكن تتعرض ان انت الفايل بتاعك يبقى فيه مشكله او الفايل بيضرب كتير، فجرب امر اوديت ان شاء الله هيظبط معاك المشكله.